كنت قاعدة مع إحدى الزميلات، وكانت بتقدمني لإحدى صديقتها، وبتقول لهم إن أنا بقدم محتوى بتكلم فيه عن ربنا جل جلاله بكل بساطة. أهديك طوق نجاتك عشان تقدر تكمل حياتك مع ربك ونفسك ومن حولك بسلام. المهم إن صديقتها دي كانت ماسكة السيجارة، وكان تعليقها على كلام صديقتها اللي هي زميلتي دي بتقول لها إيه؟ أهم حاجة الأسلوب. طبعا مبدئيا مش الشاهد معايا ان هي ماسكه السيجاره ولا كل القصه دي، يعني بفضل الله انا متفهمه الحيل النفسيه اللي الشخص بيمارسها على نفسه علشان يبرر افعاله، وكمان مداخل الشيطان اللي يدخله بيها علشان يقوله انت كويس وجميل وزي الفل، والتانيين وحشين وكخه واخيه واسلوبهم وحش وطريقتهم وحشه وانت كده جميل وزي الفل. هقول لكم على كام نقطه كده في الموقف ده كله، وازاي الحيل النفسيه اللي بتعملها النفس معاك، يعني في نفس اماره بالسوء، وكمان مداخل الشيطان ازاي بتدخل. فكان كلامي كالاتي: قلت لها رقم 1، هفرض لكم ان الكلام اللي هي قالته صحيح، ان في ناس بتتكلم باسلوب زي الزفت، لكن اسلوبها اللي زي الزفت ده كلامها ده كان صحيح، يعني كلامها كان صح، بتقول قال الله قال رسول الله، بتقول ربنا امرنا بكذا، ربنا نهانا عن كذا، فكلام صح ما جابتهوش من كيسها. وبالتالي انا لو انسان عندي شويه من الحكمه والعقل والسويه النفسيه او النقاء او البصيره اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها للعبد، وهي اني هفصل اسلوبه اللي زي الزفت عن كلامه اللي هو صحيح ومنطقي وربنا سبحانه وتعالى امر بيه، وبناء عليه هيكون في حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه ان انا اخدت الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه، اسلوبه صحيح وحش ومش كويس، اسلوبه سيء واسلوبه مش حلو ومنفر، ولكن كلامه حق، فانا اخدت الكلام استفدت انا بيه وعملت بيه وقطعت ربنا جل جلاله وخليت اسلوبه لنفسه. ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبه على اسلوبه اللي زي الزفت، لا، ربنا هيحاسبه على اسلوبه المنفر اللي هو دعا بيه الناس ان ربنا سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فاسلوبه النفس ربنا هيحاسبه عليه، والكلام ربنا هيحاسبني انا عليه.